طول حياتي بجري، وطول حياتي شغالة في مهام من الصبح لغاية بالليل، ودايما كنت بفتكر ان الستريس اللي انا حطاه على نفسي مش هيأثر عليا إلا لما جت يوم من الأيام خناقة بسيطة عائلية. الخناقة البسيطة العائلية طلعت جوايا مشاعر قعدت معايا ساعة أو ساعتين، بس كانت مضايقاني جدا. قعدت تعبت بعدها لمدة أسبوعين 3، وأعراض غريبة بتيجي. طب ما ده ستريس وده ستريس، لغاية لما أدركت واكتشفت إن الستريس أنواع. في ستريس الجسم متعود عليه إنه يقوم ويكمل وظيفته في الحياة، وفي ستريس بيهد، وممكن الستريس اللي بيهد ده يجي في ثواني. بس اكتشفت ان الستريس اللي بيخبط معتقد قديم، اللي بيهدد عندي قيمة مهمة قوي بالنسبة لي، بيتلقاها الجسم وكأنها كالجبل اللي وقع عليه. لو حابة تعرفي أكتر عن أنواع الستريس الخاصة بيكي اللي ممكن تبقى عاملة زي الجبل، هو ده اللي احنا هنشرحه في سلامة بالتفصيل. هل الستريس كل واحد؟ لا، كل ستريس مختلف عن التاني. لو عايزة تعرفي أكتر أنهي نوع من الستريس اللي هيؤثر عليكي زي الجبل، اشتركي في برنامج سلامة، هيوصل لك كل التفاصيل وتفهمي أكتر عن نفسك وعن سيكولوجية الستريس.